تشكيلة في تاريخ الفانتزي، تشكيلة فيها محمد صلاح وهالاند وبالمر وساكا. اكيد انت مستغرب من كل النجوم دول في تشكيلة واحدة، فانا جمعتهم لك كلهم في تشكيلة واحدة، والتشكيلة كمان خرافية. فيلا بينا. اول حارس جبته هو كيلر، الحارس المنتقل حديثا من ليفربول الى برينفورد، هو ب4.5، وانا شايف اللي هو بصراحه كويس جدا سعره ده، وعنده اول ماتش نوتنجهام فورست وممكن يطلع بكلين شيت. وتاني حارس جبته هو حارس دارلو، حارس ليدز يونايتد، هو يعني بيقعد احتياطي بس ممكن في ماتشات ينزل اساسي، وانا شايف اللي دول بصراحه افضل خيار حارسين. اول لاعب جبته في خط الدفاع هو فان ديفان، مدافع توتنهام. المدافع ده كويس جدا وعنده اول ماتش ليه بيرلي وبسعر 4.5، فانا متوقع منه ممكن يساهم مساهمة، فهو بصراحة مدافع كويس جدا. وتاني لاعب جبته هو رينالدو، اللاعب المدافع بتاع ساندرلاند المنتقل حديثا من اتلتيكو مدريد الى ساندرلاند. اللاعب ده ب4 مليون ودي حاجة كويسة جدا. وتالت لاعب هو روبنسون، اللاعب ظهير الطيارة بتاع فولهام. اللاعب ده سعره كويس جدا وعنده جدول كويس جدا، وانا شايف لو هو ممكن يعمل مساهمات هجومية. ورابع لاعب جبته هو ستيف، المدافع بتاع بيرلي، هو ب4 مليون وهو بينزل اساسي، فممكن نحتاج له يعني في بعض الماتشات. وخامس لاعب هو الظهير المنتقل حديثا الى برايتون، هو كوبر. اللاعب ده ب4.5، وانا متوقع له بصراحة لو ممكن يعمل مساهمة هجومية وعنده جدول كويس جدا. واول لاعب جبته في خط النص هو محمد صلاح، الكينج المصري، هو اكتر واحد بيساهم في الفانتزي ومفيش فانتزي من غير محمد صلاح، وانا شايف اللي هو ممكن يكون كمان الكابتن في الجولة الاولى. وانا جبت اول لاعب جبته هو محمد صلاح، وتاني لاعب جبته هو بوكايو ساكا، اللاعب الجناح بتاع ارسنال. اكيد اول لما جاي جيوكريس فممكن ساكا يتطور اكتر ويصنع له اسيستات كتير، فاقل جولة ممكن ساكا يطلعها ممكن تكون ب10 نقط. وتالت لاعب جبته هو بالمر الكولد، اللاعب تشيلسي، اللاعب الموهبة الجبارة، وانا شايف صراحة اللي ده اقوى خط وسط في اللعبة. ورابع لاعب جبته هو بليبة، هو ب5 مليون، فممكن استفاد منه في حوار قطع الكورة الجديد. وخامس لاعب جبت لاعب ب4.5 من فريق استون فيلا، انا جبته هو كده مش بينزل، بس انا جبته علشان الميزانية. واول مهاجم جبته هو البعبع النرويجي ايرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي. اكيد مفيش فانتزي من غير محمد صلاح وهالاند، واكيد هالاند هيبقى لاعب جبار جدا، هو في الافتتاحيه دايما بيسجل. وتاني لاعب جبته هو مهاجم ايفرتون بيتو، اللاعب بسعر 5.5 وبينزل اساسي، فدي حاجه كويسه جدا، وعندهم اول ماتش ليدز. وتالت مهاجم جبته هو بيور، المهاجم بتاع ليدز يونايتد. المهاجم ده عامل بصراحة ابداعات في البري سيزون وجايب جوان كتير جدا، وانا شايف ان ده افضل خط هجوم في الفانتزي. فانت اكتب لنا تشكيلتك في التعليقات وانا هقيمها. لو في اي سؤال مقارنة بين لاعبين انا بجاوب على كل التعليقات، فما تنساش اللايك والشير. سلام.